السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم بنات؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة يا رب. فيديو اليوم برويكم طريقة تخلي اليد ناعمة وصافية ومتوحد لونها، ومع الاستمرار تبيض اليدين، وتقدروا تستخدموها كمان للأقدام، يعني تقدروا تستخدموها لليد وللأقدام. نتائجها رائعة جدا، يعني تحسي بنعومة. قبل ما نبدأ بالوصفة أتمنى الآن الكل ينزل يحط لايك للفيديو. أتمنى تجربوها وتقولوا لي كيف كانت تجربتكم معاها. أول شي بنسويه اللي هو مقشر منزلي، تقدروا تستخدموه للسنفرة الجاهزة، بس أنا أحب للماسك هذا خصيصا المقشر المنزلي، اللي هو عبارة عن ملعقة سكر، ملعقة زيت زيتون. أسوي فرك خفيف لليد بدون ما تجرحوا بشرتكم يا بنات، يعني بحركات دائرية خفيفة لمدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق أجيب ليمون وأعصرها على يدي يعني، وأفرك اليد لمدة 5 دقائق. فرك خفيف يا بنات، أنا لما أقول فرك يعني بحركات دائرية بسيطة. نتعامل هنا مع بشرة حساسة، ممكن تنجرح يعني، وزيت طين بلة بعدين. سمر البشرة بدل ما تفتح. بعدين بجيب ملعقة من بيكربونات الصوديوم وأرشها على يدي، وأفرك بس بنعومة طبعا علشان ما تجرحوش البشرة. أفرك اليد لمدة دقيقتين بين أغسل يداتي. بعد ما أغسلها بأي مرطب بشرة. طبعا يا بنات الوصفة هذه تستخدم مرة كل أسبوع فقط، لأن بيكربونات الصوديوم مش حلو للبشرة كترها، يعني مش حلو كترها على البشرة. والآن وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تشجعوني بلايك للفيديو، وإذا عندكم أي استفسار لا تترددوا واكتبوه تحت في التعليقات، وإن شاء الله برد على الجميع. ومع السلامة، وأشوفكم في الفيديو القادم بإذن الله.